السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم ويا مساء الفل عليكم. مباراة منتخب مصر أمام منتخب بنين. مباراة منتخب مصر أمام منتخب بنين دي هي التعريف الطبي والعلمي لجلطات المخ وجلطات القلب والأمراض النفسية والعصبية، عافانا الله وعافاكم. مباراة يعني قمة في السوق، قمة في اللاشيء، قمة في الوحاشة، قمة في العبث، يعني عبث كم عبث مش طبيعي يعني. بس الحمد لله، بعد كل ده لازم نقول الحمد لله. ما هتقول ايه؟ هتكفر؟ هتقول الحمد لله. زي كده كابتن حسام حسن يعني يقعد يبوس في ايده كده والحمد لله، يقول يا رب، يا رب، يا رب ربنا ما يفضحنا ونتعرى كده قدام الناس. ماشي. طيب ادام وصلك الفيديو كده، تنزل تدينا لايك جميل وسبسكرايبك الحلو وكومنتك الحلو. عايزين بقى نوصل ل 100 سبسكرايبر سريعا سريعا بس، وحياتك عايزين نوصل 100 سبسكرايبر كده ايه، ونطلع بقى نتكلم مع نصوحي في البودكاست ونديها. فخلينا نبتدي ونتكلم بعد ما تنزل انت تحط اللايك وتعمل سبسكرايب وتكتب كومنت وتشير الفيديو في كل حتة، ونخش على المباراة العصيبة والتأهل إلى ربع النهائي أمام منتخب بنين. يلا بينا نبتدي. طيب أنا قسمت مباراة مصر وبنين لشوية نقط بسيطة جدا هنتكلم فيهم واحدة واحدة. أولا خلينا نبتدي من بداية المباراة، وهو تشكيل منتخب مصر الغير مفهوم. أنا حقيقي ما قدرتش أفهم التشكيل ده. ليه التشكيل ده؟ عملنا التشكيل ده ليه؟ يعني إيه سببه؟ أول حاجة التخوف الغريب اللي انا كنت شايفه ده. يعني ماشي، انا قلت في الريل اللي كنت منزله ان احنا نلعب بنفس الطريقه اللي لعبنا بيها قدام جنوب افريقيا، نلعب بثلاثه اللي ورا وماشي. بس ما كنتش متخيل، ما كنتش طالب ان احنا هنبقى بندافع قدام بنين. لا احنا بندافع، لا بنين متحكمه في الماتش ده طول الماتش. يعني ماشي، انا متفاهم انك تكون بتلعب بثلاثه، محافظ على تشكيلتك ومحافظ على التشكيل اللي انت عملت بيه ماتش كويس جدا 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 قدام جنوب افريقيا. بس ده مش معناه ان الطريقه التكتيكيه في الملعب تبقى بالمنظر ده. التشكيل كان كالتالي: محمد الشناوي، محمد هاني ومحمد حمدي ربنا يشفيه يا رب من الرباط الصليبي اللي جاله، رامي وحمدي وياسر، ثلاثة ديفندرات اللي هم الخمسة اللي بنلعب بيهم. قدامهم مروان عطية، تريزيجيه ناحية اليمين، وابراهيم عادل ناحية الشمال. انا ما فهمت، وصلاح ومرموش طبعا قدام. انا ما فهمتش الليلة دي. يعني طب كنت سبت تريزيجيه مكانه وجبت لعبت زيزو بدل تريزيجيه في المرحلة دي، وقلت ما لعبتش بابراهيم عادل. اللي نفسي افهم ليه بدأ بابراهيم عادل؟ ليه بدأ بإبراهيم عادل؟ ولما بدأ بإبراهيم عادل ليه ما ركنش تريزيجيه على الدكة ونزله بدل إبراهيم عادل ولعب بزيزو في مكانه؟ مش قادر أفهم التشكيل ده خالص. هو زيزو دي حتته الجناح دي. ليه قررت تلعبك الدنيا وتبوظ الماتش وتبوظ التشكيل كده؟ احنا بقينا قدام ان تريزيجيه بيلعبش على عدلته، وابراهيم عادل مش لاقي اي مسانده من نص الملعب لان مفيش حد بيسانده، لان مروان عطيه بيرجع لورا وهو الديفندر وتريزيجيه بس هو اللي بيلعب، فمفيش حد بيساعد. كنت مبسوط من التشكيل، ولكن لما شفت المنظر في الملعب لا بجد اتضايقت. الماتش ده من امل الماتشات في اصلا افريقيا، ومن اوحشهم، من اسوأ الماتشات يعني. كماتش كامل عامة. سيبك من منتخب مصر، بتكلم ازاي الماتش كان سيء. انت احترمت منتخب بنين ده تو ماتش، احترمته اوفر، وهو لا معلش مع احترامي الشديد يعني لا يستحق كل التقدير والاحترام والخوف والجبن اللي انت كنت مديهولهم ده. مديهم ايدج على الفاضي وهم لا يستحقوا ده تماما. خايف تهاجم، خايف تطلع لقدام. انت اول 7 دقايق لما رحت بالكره تحت مرموش دي، ما تضغط يا معلم. هو احنا ليه بنخاف يا جماعه؟ احنا ليه بنخاف؟ امال هنعمل قدام الفرق الكبيره؟ هنعمل قدام الفرق الكبيره بجد؟ ليه بنخاف نلعب قدام بنين؟ ليه بنخاف ناخد الريسك باس اللي بتكلم فيها؟ مش بتكلم فيها، انا بوقف كلام عن ليفربول، بس انا بجد بتكلم لوحدي لما بتكلم مع نفسي او مع اصحابي. ليفربول بيخاف من الريسك باس. ده نفس الحوار مع منتخب مصر، بيخافوا من الريسك باس. طب ماشي، انا ممكن اقتنع ان ليفربول يخاف من الريسك باس اما بيكون بيلعب فرق كبيره. لكن انت بتلعب بنين مع احترامي الشديد، هي فرقه بعيده قوي تكتيكيا وبعيده بدنيا واسما وتاريخا عنك خالص خالص. فانت ليه ما تعملش ريسك باس؟
ليه ما تعملش واحده غير متوقعه؟ ليه بتقعد تسلم نفس التسليمات بين الثلاث مدافعين وبين الباكين وبين المهاجمين؟ الوحيد اللي بيعمل لك حاجه غير مألوفه هو صلاح، اللي الناس عايزاه يخرج من الملعب. يعني باي ذا واي، خلينا بس نبقى نروح لحته صلاح دي بعدين. مفيش حد عنده الجراءه ان هو يعمل كوره وتتقطع منه. كله خايف وكله متوتر وكله ايه ده بنين ممكن. ايه يا معلم؟ لا، ما انت لما اشتغلت على بنين دي عيش، يبقى احنا بنهزر. ما ماشي، انا قلت ان مفيش فرقه في افريقيا تنزل تاكل عليها عيش، بس في الواقع لا، في يعني بنين النهارده. بنين يا جماعه مش منتخب جامد، منتخب صعب بدنيا وهيحرق معاك. بس انت لو انت كان عندك الافشنسي اللي قلت عليها، انا كل اللي قلت في الريل ما حصلش منه حاجه. ان احنا نخلص الماتش بسرعه، ان احنا نبقى افيشنت في الهجمات، مفيش ولا اي حاجه من اللي انا كان نفسي تحصل حصلت اصلا. وسط كل ده الشوط الاولاني السيء جدا 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 جدا، انت مش عارف فيه تطلع بالكوره. جات لك كوره حلوه 1 2 1 2، كورتين بسرعه بس عملتهم في بلين جبت بيهم جون. كورتين بسرعه 1 2 لعبه شوطه هدف. الف مبروك عليك بطاقه التاهل. لا، ليه بقى؟ ليه ناخد التاهل بسهوله؟ اما ممكن نغلط كده 60 70 مليون كده من 100 مليون. ليه؟ عادي يعني، ما نغلطهم بس شويه، بس نغلطهم شويه ونسيب الكوره. بنسيب الكوره ليه؟ نفسي افهم احنا سيبنا الكوره البنين ليه؟ دخلناهم في الماتش ليه؟ اديناهم امل ليه؟ واحنا الشوط التاني كنا راكبينهم وبنحاول وضيعنا كوره جون يا مؤكد بتاعت رامي ربيعه دي. سيبنا الكوره ليه؟ تراجعنا ليه؟ قعدنا ندافع ليه؟ وجون، ويا ريته بقى بعد يعني، ويا ريت التراجع ده ادى ان احنا جبنا جون مثلا بضغط منهم. احنا جبنا جون سذاجه دفاعيه وسذاجه من نص ملعب وسذاجه من اللعيبه. زيزو مش عايز يطلع بالكره قدام، رافض يطلع بالكره لقدام، فيلف ويلعبها للشناوي اللي بيتصرف فيها بطريقه قمه في الغرابه وتترد، وياخدها لعيب منين ويعملوا عرضيه مختله عقليا، والشناوي طالع من مرماه تخبط في فتوح والشناوي يشيلها وتخش جون. ايه الجون ده؟ ايه الجون ده؟ الجون ده لو دخل فيا انا في حجز كوره هسيب الحجز وامشي، همشي. مش هكمل في الملعب. ده جول مضحك يعني، يضحك القاره علينا. ده جول ما يخشش في شويه اطفال. كله غلط، الجون كله غلط، ما فيش حاجه فيه صح، كله غلط. من اول البصل الغريبه لغير يعني، انا مش فاهم يا جماعه ليه زيزو عايز يرجع لورا؟ ما تطلع يا عم لقدام يا عم. هو وامام الاثنين، امام شويه بيحاول يطلع لقدام، الكلام ده انا قلته في فيديو عملته امبارح. بس لا، زيزو يا جماعه ممل جدا وقاتل للريتم، قاتل. يعني بيتاخر قوي في الوسط، هو اتاخر جدا في الجول الثالث ده، وان هو يباصي اصلا لصلاح اتاخر. صلاح ضرب سبرنت بقاله 100 سنه، وهو الكره كانت هتبقى اوفسايد يا ابويا. نزل عمل نوش، بس هو بجد بيتاخر جدا، محتاجينه يلعب الكره بسرعه. زي مرموش برضه، مرموش جدا بيتاخر في الكوره. صلاح بيتاخر في الكوره جدا، اللعيبه كلها بتاخر في الكوره، مش عارف ليه بيتاخروا ان هم يباصوا. صلاح امبارح تشيزو اتقطع، يا معلم ما يخلص من الكوره بسرعه، خلص بسرعه. ليه عايز ترقص الفرقه كلها؟ انت ليه؟ لا خلاص، عدى من الاول يعني، في كوره في اول الماتش عدى من الاول والتاني، وودى لعيب بنين وداهم على اول طياره فيرست كلاس، وقعد يرقص مش عارف ايه وبعدين خلص من الكوره. ما بيخلصش من الكوره بسرعه، عايز يلبس كل لعيب في بنين انذار. ولا لبس واحد تاني برضه في الشوط الاضافي الاولاني انذار وقطع له التيشيرت، وكان حاله يعني. فكان في الشوط التاني سوري. فمش عارف ليه اللعيبه ما بتخلصش من الكوره بسرعه، كل واحد عايز يطلع الكوره من رجله برابونه. ليه ما بتلعب؟ ليه ما بنلعبش السهل؟ ليه ما بنخلصش من باص بسرعه؟ ليه ما بنلعبش ال1 وال2؟ ليه متوترين قوي كده؟ ليه مكلبشين قوي كده؟ ده احنا بعد ما جبنا الجون انا حسيت بتوتر غير طبيعي، انا حاسس ان الناس جنبي في القهوه قاعدين متوترين. ليه التوتر ده؟ دي بنين مع احترامي الشديد لكل جماهيري اللي بتتابعني من بنين، مع احترامي لكل الناس اللي اي بنين يتفرج، انت على راسي يا ابويا. بس دي بنين، واحنا منتخب مصر. احنا عندنا لعيبه
ما ينفعش تبقى متكلبشه كده ومتوتره قدام بنين، ما ينفعش، عشان انت لما تيجي قدام ساحل العاج هتاخد يعني اداء مش احسن حاجه. في كام لعيب بس عايز اتكلم على مستواهم، وعايز اتكلم على حسام حسن في نقطه او نقطتين. زي ما قلت زيزو محتاج يخلص من الكوره بسرعه قوي. هو بيتاخر جدا في المباصيه. رامي ربيعه محتاجين نشتغل شويه على حوار تطليع الكوره ده، لان احنا لما بقينا بنلعب بثلاثه ورا ما عندناش حد بيطلع بالكوره خالص 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 يعني. لعيبه تاني بقى عايز اشكرها زي مروان عطيه. مروان عطيه ده والله العظيم رودري واتحاسب على حلفاني، لعيب ممتاز، الوحيد اللي بيطلع الكوره من رجله ما بيخافش، الوحيد اللي بيلعب كله قدامه ما بيخافش، الوحيد اللي بيشوط وما بيجيش وبيحاول بقاله 5 سنين بيحاول مع الاهلي في الكوره دي ومع المنتخب. الحمد لله جت في احلى وقت، جون عالمي يعني. فمروان عطيه تاريخي، ياسر ابراهيم تاريخي، راجل وفحل وبيقاتل على كل كوره وعادي بيتوتر بس بيرجع وبيحاول. لا ياسر ابراهيم يعني من اللعيبه بجد، الرجاله اللي كنا بنفتقدهم بجد في منتخب مصر، من اللعيبه من النوعيه دي، من نوعيه ياسر ابراهيم اللي هي نوعيه طارق حامد دي، مفتقدينها بقالنا 3 4 5 سنين في منتخب مصر. حاجه برضو عايز اتكلم فيها وهو ضياع الفرص الغير مبرر ده، من اول محمد صلاح لحد امام عاشور. لا احنا بنتبارد في تضييع الفرص. واحده مرموش، واحده امام، واحده صلاح، واحده مش عارف مين. لا احنا محتاجين نخلص، احنا محتاجين نفنش، احنا محتاجين نتدرب في التمرين. كفايه بقى واحد في النص اللي بنقعد نلعبها دي، ما بنلعبش غير واحد في النص، واحد في النص. كل فيديوهات تمرينات منتخب مصر واحد في النص. مفيش 1 2، مفيش شوط من بعيد، مفيش تفنيش هجمات، كل واحد في النص. ايه واحد في النص دي؟ ايه التمرينه دي؟ احنا بنلعب فيفا ولا ايه؟ يعني كفايه واحد في النص بقى، نتمرن على تفنيش الهجمات بقى، عشان كده كتير نخلص. ماتش زي ده ربك هيسترها معانا بعد كده قدام كوت ديفوار ولا الكاميرون ولا المغرب ولا السنغال، ما هتندم، والفرصه هتجيلك مره واحده، ولو ما استغلتهاش انت اوت، واحنا مش عايزين نحط نفسنا في المشكله دي. طيب اللعيب اللي عليه العين والنني بقى والناس كلها عماله تتكلم عليه، وهو نجم ليفربول والاسطوره المصريه محمد صلاح. طيب خلينا نمسك ونتكلم بالارقام، طالما الكلام بالبق ما بيعجبش ناس كتير، خلينا نتكلم بالارقام ونقول ارقام صلاح ايه في ماتش النهارده. طب محمد صلاح قدام المنتخب البنيني، محمد صلاح جاب جون. محمد صلاح اكتر واحد صنع فرص، 3 فرص. محمد صلاح اكتر واحد عمل مراوغات ناجحه، 5 مراوغات. محمد صلاح اكتر واحد كسب صراعات 11 صراع. محمد صلاح عمل تدخلين ناجحين من 2. محمد صلاح صنع فرصة محققة للتسجيل. محمد صلاح لعب 4 كور طولية ناجحة من 5. محمد صلاح لمس الكورة 76 مرة. محمد صلاح عمل 32 تمريرة من 41 تمريرة ناجحة. محمد صلاح ساعد الكورة 6 مرات. محمد صلاح خلص الكورة مرتين. دي احصائيات محمد صلاح قدام منتخب مين. تيجي تسألني انا مثلا وتقول لي محمد صلاح اداؤه ايه في ماتش بنين، انا شايف ان صلاح اداؤه كان متوسط او اعلى متوسط شويه، يعني اللي هو جميل. صلاح كان بيقاتل على كل كوره يا جماعه، صلاح كان بينزل ويدافع وبيستخلص الكوره كتير، واديكم شايفين الاحصائيات اللي احنا بنفرح بيها اول ما بنتكلم على هالاند، الاحصائيات اللي احنا بنفرح بيها اول ما بنتكلم على كريستيانو، الاحصائيات اللي احنا بنفرح بيها اول ما بنتكلم على ميسي او اي لعيب. لكن الاحصائيات دي لما تيجي على صلاح يقول لك لا انا بتفرج بعنايه يا راجل. يعني الاحصائيات دي بتبقى لذيذه جدا لما بنتكلم على لعيبه مش محمد صلاح. والله العظيم انا بقيت بحس بجد ان الموضوع مع صلاح بيرسونال، مش قادر افهم ليه الناس دي بتكره صلاح للدرجه دي، الناس دي ما بتحبش صلاح كده. مش بتكلم عن الناس كلها، في ناس بجد بتحب صلاح، وفي ناس بجد بتبقى شايفه ان صلاح وحش في اوقات هو محتاج يبقى فيها كويس ومحتاج يفيد منتخب مصر. انا منهم. خش يا عم على الشانل عندي وشوف انا بتكلم على صلاح ازاي في ماتشات معينه. انا بحب محمد صلاح جدا وبحبه جدا، يعني بعيدا عن كل الكلام انا بحبه يا عم. هي دي انت مش هتقول لي احب مين واكره مين، انا بحب صلاح.
بس ساعات بشوف ان هو بيبقى مقصر ساعات في الماتشات، مش كويس النهارده، مش حلو النهارده مع ليفربول او مع المنتخب. انا مش بتكلم عن المنتخب كتير فبتكلم عن ليفربول. فصلاح اخر فتره مع ليفربول لا كان سيء جدا جدا جدا، في الواحد على واحد ما بيعرفش يعدي ومش عارف ايه والكلام الغريب اللي مش عارف الواحد على واحد دي. يعني ما فيش حد في منتخب مصر بيعدي على واحد على واحد، وقلت الكلام ده امبارح على فيسبوك، انزل اعمل لي فولو تحت عشان بنزل هناك فيديوهات وبوستات كتير. ف زي ما بقول لك، الناس حاطه لصلاح ستاندرد هو ما بقاش قادر يعملها، خلاص ما بقاش قادر يعملها. حوار واحد على واحد ده خلاص ما بيعملوش، وصلاح كان بيعمله كل فين وفين ودلوقتي مش قادر يعمله. العرضيات والحاجات دي هو بيقدر يعملها، والفرص. وصلاح يا جماعه ما ينفعش تخرج من الملعب لان هو بيعمل فرص محدش في المنتخب بيعرف يعملها. وهات لي لاعب في منتخب مصر بيعرف يعمل اللي صلاح بيعمله كفرص وكمباصيه، والحل اللي محدش هيعمله لك محمد صلاح هو اللي هيعمله لك. حتى التصريح الناس كلها، كل الناس فهمته غلط، كل الناس فهمته غلط. وهم ابتدى يتداول الناس حتى ما تديش نفسها فرصه انها تراجع او تشوف. لا هي بتشوف بس ان صلاح قال كذا 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 والناس عامله اغضبني. اوه امسك لي بقى ابن اللذينه ده، تعالى لي بقى. انت بتقول اللعيبه المحليه. يا ابني اللعيبه المحليه دي كلهم بيعشقوا صلاح. يا ابني احنا لو عملنا زوم ان على معسكر منتخب مصر هتشوف الحقيقه، هتشوف ازاي اللعيبه تطلع تتكلم عن صلاح، هتشوف ازاي اللعيبه الدكه كلها بعد ما هو جاب الجون جريوا عليه كانهم عايزينه هو اللي يجيب الجون، عايزينه هو اللي يرفع الكاس، عايزينه هو اللي يوديهم، عايزينه هو اللي هو محمد صلاح. الناس كلها بتحبه شئت ام ابيت. اللعيبه اللي انت عمال تدافع عنها واللعيبه المحليه دي بتموت في صلاح وشايفاه هو رول موديل وهو كابتن منتخب مصر. انت مهما حاولت انك تكره اللعيبه دي فيهم مش هيحصل، ان هم مش شايفينك. كره الجمهور زي ما انت عاوز، اكره الجمهور يكره زي ما هو عاوز، هو حر. بس الحقيقه بقى، الحقيقه مش كده خالص. الحقيقه مش كده خالص. وده مش عشان انا بايت معاهم، يعني ده عشان اللي بشوفه من اللعيبه لما تطلع تتكلم عن صلاح ورؤيتهم ليه وان لما بيفرحوا معاه اول واحد بيجروا عليه انتوا بتتكلموا في ايه يا جماعه؟ حسام حسن محتاج يعيد نظره في حاجات كتير قوي، ويعيد النظر في نقط كتير جدا 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 من ناحيه التشكيل ومن ناحيه اللعيبه. دلوقتي للاسف فتوح سوري محمد حمدي اتصاب، يعني ربنا يشفيه يا رب ويرجع لنا بالسلامه. وتريزيجيه برضه اتصاب وشكله مش هيكمل البطوله، فاحنا فقدنا اتنين من اهم العناصر اللي عندك. فانت محتاج تتصرف في الموضوع ده، لان الماتشات اللي جايه يا اما بوركينا بقى او كوت ديفوار، فالاثنين هيبقوا اصعب مما تتخيل يا عمي. بس كده هو ده اللي اقدر اقوله على مباراة منتخب مصر على المنتخب البنيني. ده مسلسل، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها. وبس كده. السلام عليكم.